وقريبة من الناحية التاريخية بين روما القديمة والعالم الحديث، وكذلك جغرافيا بين المشرق والمغرب. وهذه منطقة بها موارد هائلة والكثير من الشباب، يعني الكثير من الطاقة. هي منطقة تزيد الاتصال مع العالم، وهي منطقة أيضا لها الكثير من الثروة، ومنطقة هي عند مفترق طرق الحضارات بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. فهي منطقة بجميع المقاييس ينبغي يكون لديها الإمكانية تحقيق التميز، وهي منطقة كانت على اتصال بالعالم بجميع الطرق، من الحضارة النبطية القديمة للحضارة المصرية وبابل وصولا إلى العصور الحديثة. المشكلة في منطقتنا تكمن في تحديات كثيرة: تحديات التنمية، تحديات التطرف، تحديات الإرهاب، تحديات السعي لتحديد الهوية، بمعنى أن كل بلد ينظر لهويته الخاصة، وهي عبرت كثير من القلاقل خلال السنوات الماضية. لدينا مصر وسوريا واليمن والعراق ومناطق أخرى، وبروز كذلك التطرف الديني والإرهاب. كل ذلك تحديات ينبغي التعامل معها، وهذا لا نستطيع القيام به بمفرد، ولكن أعتقد وأنا واثق وآمل أن من خلال التعامل مع هذه التحديات فإن منطقتنا ستبرز كمنطقة أفضل بكثير. لذلك لا أريد أو أود أن أتحدث عن المملكة العربية السعودية. السعودية هي بلد به 30 مليون نسمة بمن فيهم غير الوطنيين، وهي بلد بها سكان من الشباب وبها الكثير من الموارد، وبطبيعة لدينا النفط. والسعودية هي بلد لها الكثير من الموارد المالية الهائلة، ولديها بنية تحتية من الطراز العالمي، وحكومة مستقرة، وموقع جغرافي ممتاز، والكثير من الأصدقاء في العالم. ولديها أيضا تاريخ من العملية والاعتدال داخليا وفي سياستها الداخلية والخارجية. وهي أيضا بلد لو كان لها ثابت واحد فهذا الثابت هو التغير. نحن دولة من القبائل أصبحت دولة عصرية، وفي جيل واحد حولنا بلدنا بطرق قلة من الدول الأخرى استطاعت تحقيق مستوى الحياة ضعف من 37 إلى حوالي 70. وفيات الأطفال انخفضت من مستوى هولندا إلى مستوى الدول الأوروبية في جيل واحد. والتعليم في السعودية انتقل من 95% من الأمية إلى 100% من المتعلمين في جيل واحد. ولا أعتقد أن هناك الكثير من البلدان في العالم التي استطاعت تحقيق ذلك. التعليم الذي لم يكن موجود في عام 60، ف55% من المتعلمين هم من النساء. وصورة السعودية رغم ذلك هي صورة البلد المنعزل، البلد يعيش في عصر مختلف لأن النساء لا يقودن سيارتهن. هذه القضية هي قضية ثقافية، ومجتمعنا سيتعامل معه بحسب طرقه الخاصة وشروطه الخاصة. ولكن عندما ننظر للصورة الكاملة فإننا نرى أن البلد بلد حيوي يتقدم إلى الأمام، بلد يتطور في جميع القطاعات. أشرت إلى التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي حدثت في بلدي، ونحن نتطور على الصعيد السياسي أيضا، والحكومة لها مؤسساتها. لدينا مؤسسات الحكومة، وكذلك لدينا الذراع التشريعي. 80% من النساء أو 20% هم من النساء في المجلس الشورى. طورنا كذلك منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الوطني. هذه هي البداية. لا شيء يمنعنا من بذل المزيد وتحقيق المزيد من حيث الأيديولوجيا. فنحن بلد ليس لديه أي طموحات تتجاوز حدوده. لدينا أرض كافية وشعب أو سكان كافيين وموارد كافية. نحن بلد يركز على تنميته المحلية وتحسين
تحسين معيشة سكانه. نحن بلد يسعى للأمن والاستقرار في منطقتنا وفي العالم أيضا. هذا هو من نحن وهذه هي سياساتنا. ولقد تعاملنا مع التحديات في منطقتنا خلال هذا العام بطرق ربما لم يتعود عليها العالم، وهذا ربما يعود للفراغ الذي كان موجودا. وإذا لم يفعل أحد القيام بشيء فإن المملكة العربية السعودية وحلفائها اضطروا لفعل شيء ما. تحركنا في اليمن لمنع الحكومة الشرعية من الانهيار والبلد من الاستيلاء عليه من قبل ميليشيا متطرفة متحالفة مع إيران وحزب الله، وتمتلك أسلحة ثقيلة وصواريخ باليستية وسلاح جوي. قمنا بذلك ردا على طلب من الحكومة الشرعية. ليس لدينا أي نية للسيطرة على اليمن أو التراب اليمني. نحن نرغب فقط للحفاظ على اليمن وإزالة تهديده لجيراننا ومساعدة اليمن على الوقوف على قدميه. في سوريا نعمل من أجل إحداث التغيير السياسي إذا أمكن لما يحدث في سوريا، لعزل شخص مسؤول عن قتل أكثر من 300 سوري ونزوح 300,000 أو 2 مليون شخص هو مغناطيس الإرهابيين والمتطرفين في المنطقة. هذا هو هدفنا وسوف نحققه. نحن نسعى للعمل مع بلدان أخرى في المنطقة، سواء كانت مصر أو العراق أو السودان أو بلدان المغرب العربي، من أجل مساعدتها للتعامل مع مشكلاتها الاقتصادية والإرهاب والتطرف، وسوف ننجح في ذلك. أنا لا أشك في الأمر. ليست لدينا أيديولوجية، ولكننا لدينا براغماتية نتقيد بها، ونحن نؤسس سياساتنا عليها. نحن عندما ننظر إلى بلدنا والمنطقة اليوم، فإن المنطقتين اللتان تبرزان في الصحف هي داعش واليمن. وفيما يتعلق بداعش أود أن أقول أن التنظيم هو منظمة إرهابية من المضطربين عقليا، ليس لديهم أي دين أو أخلاق، فهم يجتذبون إليهم مضطربين عقليين آخرين، وهو عبارة عن جماعة سوف تهزم في نهاية المطاف. ولكن لهزيمة داعش يجب أن نتعامل ما أسميه بالفيلين في القاع. واحدهما هو بشار الأسد، حيث لا يمكن أن نهزم تنظيم داعش في سوريا إلا إذا أحدثنا تغييرا يتعلق ببشار الأسد، فهو الرجل الذي ساعد على ظهور داعش من خلال الإفراج عن المتطرفين من سجونه والسماح لتنظيم داعش بالتحرك دون مهاجمته، وحتى المتاجرة مع داعش سمح لهم الوصول لما وصلوا إليه. وحتى حدوث التغيير في داعش، فإن داعش لن يهزم في سوريا. لدينا تحالف دولي سعودي أو بلدي كان عضو مؤسس في التحالف، قصف داعش على مدى 15 شهرا ولا يزال التنظيم موجودا. إذن عندما يرحل الأسد فإن البيئة الخصبة التي يستفيد منها داعش في سوريا سوف تزول وسوف نتصدى لداعش. أما الفيل الثاني في القاع فهو تنفيذ الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها في العراق في عام 2014، والتي سوف تسمح للسنة بالمشاركة وتوفر نظاما متساو بين السنة والأكراد والشيعة والجميع العراقيين مثل القلدونيين، وكذلك سوف يسحب البساط من تحت أقدام داعش في العراق ويسمح للبلد وحلفائه بهزيمته.